اخواتي اللي طلبوا مني فكرة المشروع بتاع حجر المايكا ان شاء الله باذن الله هكمله النهارده، واللي محتاج القالب يتواصل معايا من خلال رقم الواتس وابعت له القالب. وكمان الطريقة موجودة على القناة عندي، يعني كل حاجة باذن الله متاحة. بس قبل ما نبدأ فيديو النهارده تعالوا نصلي على حبيب وحكم صلى الله عليه وسلم في التعليقات لعلها تكون صدقة جارية باذن الله، ونكسب كمان حسنتين واحنا بنتفرج على الفيديو الجميل ده. طبعا تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس اجلا يا رب، ويفك الكرب عنهم عنهم وعننا يا رب. بعد كده يا جماعه هنبدا، اللهم صل على النبي. اول حاجه يا جماعه احنا هنا بنبدا نستخدم الالوان المائيه في هذا التلوين، يعني ممكن نستخدم الوان تانية ولكن الالوان المائيه بتأدي الغرض، وكمان سعرها رخيص، وكمان بتكون سهلة في التلوين، وبقدر ان انا اطلع منها الالوان اللي انا عايزها. ما تبصش للتلوين بالطريقة دي دلوقتي، وشوف الفينش في الاخر ان شاء الله باذن الله. ما تقدمش الفيديو علشان ان شاء الله باذن الله تستفيدوا. بعد كده بنبدأ نستخدم الوان معينة. الالوان اللي احنا بنختارها بتكون قريبة من الالوان دي او نفس الالوان دي، مش شرط تكون الوان زي دي بالظبط. يعني حضرتك بتتخيل اللون اللي انت عايزه، بتقدر ان انت تطلع اللون ده. انا هنا بشتغل عن طريق عملية دمج الالوان. يعني بجيب مجموعة من الالوان زي ما انتم شايفين، وببدأ ان انا اطعم بشكل عشوائي، وبعد كده ببدأ ارش ميه تمام، وبقطعه من القماش بمسح كله ببعضه. يعني بمسح كله ببعضه، بس طبعا حرفنه يعني على الهادي كده، يعني واحده واحده، مش بضغط جامد علشان ما اجيبش الارضيه. واحده واحده ببدا ان انا امسح خفيف خفيف، بحيث ان انا في الاخر اعمل عمليه دمج ناجحه، والالوان كلها تدخل في بعضها او تكون متناسقه مع بعضها بنسبه كبيره. يعني ده المطلوب وده المفروض ان انا اعمله. الالوان المائيه طبعا يا جماعه بتكون ارخص من الالوان التانية، اذا كانت الوان زيتيه او اسبريه والالوان ده كله. دي ميزه طبعا، لان احنا محتاجين ان احنا نكون اقتصاديين في الشغل ده، لان هو شغل تجاري. الحاجه التانية ان هو بينشف بسرعه، ودي حاجه مهمه جدا. والملمس بيكون ملمس طبيعي، ودي اهم حاجه، ان في الاخر يكون الشغل كله ظاهر والملمس كله باين. طيب الناس برضو اللي عايزة تعرف طريقة التركيب ازاي، البلاطة دي يا جماعة او الشكل ده 50 في 50 سنتي، القالب يعني 50 في 50، بيركب بنفس الطريقة دي. تقدر تركبه على الدهانات عادي خالص، ممكن تركبه على المحارة، ممكن تركبه على الطوب الأحمر، أيا كان المكان يركب فيه مفيش مشكلة. ولكن اللي بيختلف المادة بس. يعني أنا هنا بركبه على دهانات عادي، وممكن أخربش الدهانات قبل ما ألزق عليها، فهنا بستخدم مادة البوليسترين. طيب انا هركبه على المحارة، هستخدم برضو مادة البوليسترين مفيش مشكلة. طيب هركبه على الطوب الاحمر، هستخدم المونة العادية اللي هي الاسمنت الاسود والرمل عادي خالص. تمام، فده مفيش مشكلة بالنسبة لموضوع التركيب. وطبعا مادة البوليسترين احنا جربناها كتير برضو في شغل قبل كده، وبسم الله ما شاء الله بتمسك بشكل كويس جدا جدا يعني. طبعا انا بسندها برضو بشوية شمع علشان تمسك لحد المادة ما تنشف. المادة برضو بتاخد لها يعني في حدود ساعتين او 3 عبال ما تنشف خالص. طبعا يوم كامل عبال ما بتعضم وخلاص بتبقى تمام التمام. في الوقت ده الشمع هو اللي بيسند الشكل اللي معايا لحد ما اظبطه وابقى كله مية مية. طبعا اهم شيء في الصف الاولاني زي ما دايما بقول وبوضح، ان انت لازم توزنه على الميزان. لازم الصف الاولاني ده يا جماعة يكون موزون على ميزان المية، يعني ما يكونش فيه الهواء، علشان بعد كده لما تيجي تشتغل على اللي فوق منه يطلع الشغل مظبوط وكله يبقى تمام التمام بإذن الله. هنا انا بس بجرب لكم يا جماعة 4 بلاطات. تمام، يعني 4 بلاطات دولت بيعملوا متر في متر. اللهم صل على النبي، شكلهم جميل جدا، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله تحفة. وطبعا رأيي في الأول وفي الآخر لحضراتكم. بس تعالوا كده نعمل زوم ونشوف. احنا لسه طبعا يا جماعة ما ضفناش مادة التلميع. هقول لكم برضو دلوقتي مادة التلميع. والفكرة كلها يا جماعة ان انا بحاول ان انا اقدم حاجات كلها تكون بسيطة وسهلة واقتصادية، علشان تقدر تبدأ مشروع او حتى تكون بالنسبة لك فكرة مشروع كبداية. وان شاء الله باذن الله ربنا يرزق الجميع. تفاصيل باينه وكله بسم الله ما شاء الله تحفه، لان مهم جدا في الشغل ده التفاصيل، لان هي اللي بتبين العمل في الاخر. فانا ما ينفعش اعمل دهانه واعمل اي حاجه اضيع التفاصيل، يبقى انا كده مش شغال صح. طيب تعالوا بقى نضيف ماده البوليسترين. وعايز برضو هنا اوضح حاجه مهمه جدا جدا. حضرتك لما تيجي
بتدهن مادة البوليسترين هي بتغمق اللون شوية، تمام. فممكن تعمل حساب مادة البوليسترين، يعني تعمل حساب الغمقان ده علشان خاطر اللون يطلع معاك زي ما انت عايز. يعني تفتح اللون شوية علشان لما تدهن المادة يبدأ يغمق شوية فتجيب اللون اللي انت عايزه، ده ببساطة يعني. اهوت ببدأ ادهن المادة دي عبارة عن بنزين 92 وعليه الفلين اللي هو الابيض، وبتسيبه اسبوع، يعني بتعمله وتسيبه اسبوع، تمام. وبعد كده بتبدأ تشتغل بيه، بتلاقي سايل بنفس الشكل ده، وبيديك لمعة قوية، وكمان بيكون عازل للمية وعازل طبعا لأي خدش او اي حاجة، لان هو بيدي طبقة يا جماعة. الشكل في الاخر جميل جدا، بسم الله ما شاء الله، يعني تحفة، اللهم صل على النبي. في انتظار رأيكم. وده فكرة مشروع جميلة جدا على فكرة. المتر بيتباع يا جماعة، لان في ناس سألتني في ميعاد الفيديو ده. المتر بيتباع اللي هو الحجر اللي نفس الشكل ده ب 600 جنيه. فطبعا ده مبلغ كبير جدا، انا سائل عليه بنفسي، متر بيتباع ب 600 جنيه. فغالي جدا جدا بالمقارنة بالشغل اللي هو ده طبعا دي خامة تانية، إذا كانت خامة الجبس أو خامة اللي هو الأسمنت مع الرمل، برضو تقدر تستخدمه أسمنت ورمل وسنة زيرو، وبتستخدمه برضو مفيش مشكلة. ولكن طبعا بيكون السعر أقل من الشغل التاني ده، لأن ده حاجة وده حاجة تانية. ده حجر طبيعي، حجر رخامي، انما التاني جبس او المادة التانية دي. فكل حاجة لها سعرها يا جماعة، علشان برضو الناس تبقى فاهمة وتبقى عارفة القصة ماشية ازاي. ده التقليد بتاع الشغل التاني، تمام. ربنا يرزق الجميع يا رب ويصلح حال الجميع. واللي محتاج اي سؤال او اي استفسار او محتاج يشتري اي قوالب من عندي اشكال كتير غير ده، يكلمني على الواتس وابعت له كل التفاصيل بإذن الله. في نهاية الفيديو أنا بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.